السحور بتاعنا مميز ومتنوع وبحاجات سهلة وبسيطة. عندك هتنوعي سحور فطار، مفيش مشاكل، اي حاجة تنفع. عندي عملت هنا بطاطس مهروسة وسلطة، وعندي مخلل، وعندي فول بطماطم وجبنة، بطاطس شيبسي وصوابع وطعمية من الألف للياء في البيت من أول وهي فول. طبعا عشان تعرفوا الطريقة يا ريت تتابعوا الفيديو كله. وحبايبي اللي لسه ما شافوش القناة يشتركوا فيها، وطبعا يفعلوا زر الجرس عشان يوصلهم كل جديد من وصفاتي، واللايك الجميل منكم. يلا بينا نشوف الوصفة. السحور بتاعنا بقى مميز وجميل وحلو خالص. كلنا بنحب الطعمية، ويا سلام لما تكون طعمية بيتي معمولة كده ونضيفة. هنعملها بطريقة سهلة وجميلة وهيبقى طعمها تحفة. فهنعمل السحور بتاعنا النهاردة. عندي طعمية، عندي فول مدشوش طبعا، غسلته ونقعته لمدة مش أقل من 5 6 ساعات. وعندي خضرة هاخد منها اللي احتاجه، والباقي هعمل منه سلطة. وعندي هنا بصلة صغيرة وتوم، كام فص توم كده. وعندي ورق لورا. ورق اللورا في الطعمية بيبقى جميل جدا ويدي طعم ونكهة للطعمية، بس يتفرم معاها. هنكسره زي كده مثلا ونحطه في الخلاط ويتفرم معاها. التوابل بتاعتي ملح وكزبرة وكمون وفلفل اسود وشوية التوابل اللي انا بعملهم الجمال دول هيتحطوا، بس طبعا دول هيتحطوا في الاخر. في الاول طبعا هجيب الفول بتاعي المدشوش، طبعا غسلاه كويس جدا، وهحط عليه البصل والثوم والورق اللورا، واحط عليه شويه كده من الخضره. يعني زي ما انت تحبي، عايزه الخضره كتيره مفيش مشاكل، عايزاها قليله زي ما انت تحبي. طبعا في ناس كده تقول لي يا بتشتغلي بايديكي، انا طبعا مدام قصه ضوافري ومدام غاسله ايديا كويس فمفيش مشاكل خالص. ادي اهو كده الخضرة بتاعتك. انت مش عايزة خضرة خالص مفيش مشاكل، اعمليها من غير خضرة. طبعا هخلطها في الخلاط، بس طبعا هزود الخلاط كده شوية مية عشان يبتدي ان هو يمشي الخلاط معايا. وبعد كده هجهز مصفى عشان اصفي الكلام ده، عشان اي مية زيادة تنزل معايا. هبدأ بقى اخلطهم عشان طبعا مطولش الفيديو عليكم وارجع لكم. ادي حبايبي طبعا فيها ميه تتصفى خالص. وبعد كده هنزل بالتوابل بتاعتي. يعني انا هخلي كده السوائل تتصفى من الطعميه بتاعتي، واضيف التوابل من فوق كده اهو. التوابل بالشكل ده بسم الله، واستنى بقى لغايه ما تتصفى. وبعد كده اخلط التوابل مع بعض، واخد طبعا الميه بتاع التصفيه. هاخد الجزء اللي من تحت اللي هو زي النشا كده، اصفي الميه خالص. وفي الطبق انا حاطه طبق اهو يعني بالشكل ده، فطبعا بيتصفى فيه النشا اللي هيبقى من تحت. هكب الميه دي والنشا اللي من تحت كده هاخدها بمعلقه واضيفها على الطعميه بتاعتي، وارجع لكم طبعا لما نقليها. ادي كده جاهز السحور بتاعنا، وممكن ينفع فطار متين جدا جدا. فول بطماطم وجبنه قريشه حلوه خالص. وعندي هنا مخلل بتاع رمضان انا احب اشتريه كمان من بره غير اللي انا عاملاه في البيت. وعندي سلطه، وعندي بطاطس مهروسه وطعميه وبطاطس شيبسي وبطاطس صوابع وشويه جرجير. بقى فوائد الجرجير مفيده جدا جدا جدا. يا ريت يعجبكم السحور. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. بحبكم في الله. رمضان كريم.